حياكم الله، سعد الله جميع اوقاتكم. بسم الله، بجهز معكم كيكة التمر السهلة والبسيطة والمعروفة عند الجميع بالتأكيد. عندي كوب تمر زي ما شفتوا، نقعته مع كوب ماء مغلي وتركته لين برد تماما. عندي كوب طحين منخول، عندي نص كوب سكر، نص كوب زيت، حبتين بيض، ملعقة فانيليا، نص الملعقة هيل، وملعقة قرفة، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، وربع الملعقة بيكربونات الصوديوم ممكن تستغنون عنها، مع رشة ملح. بخفق البيض والزيت والسكر في كاس الخلاط أو بالمضرب اليدوي في حوض العجانة اللي يناسبكم. بعدين أضيف عليهم المواد الجافة ونخلطهم، نحطهم بسم الله في صينية متوسطة، سواء كانت مستطيلة أو دائرية أو حتى في قوالب الكب كيك. تخبزون في الفرن متوسط الحرارة لين يستوي، وتزينونه حسب الرغبة، إما بتوفي أو خليط الجبن الكريمي مع حليب النستله وبحبة التمر أو الفستق أو الجوز أو. الآن حطيت حبتين البيض، نحط معهم نص كوب زيت ونص كوب سكر مع الفانيليا، ولو بعد حابين تضيفون لها تضيفونه، المطيبات عاد تضيفونها. بخلطهم الآن، بعدين أضيف عليهم التمر، منقوع التمر والماء. أول شي أخلطهم شوي. الآن بعد ما خلطت البيض والزيت والسكر، أضيف عليهم خليط التمر والقرفة، بسم الله، ونخلطهم. الآن الخليط عندي جاهز، والخليط المواد الجافة جاهز. كوب طحين، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، وربع الملعقة بيكنج صودا تعطي نفشة للخليط لأن فيه تمر يصير ثقيل. فالأفضل تضيفونها، ولو ما تبونها لا تضيفونها عادي، بس عشان ما يعجن معكم أو بعد الخبز تقولون يهبط أو غيره. شايفين هذا الخليط؟ ما شاء الله على الريح، ريحة الهيل والقرفة ما شاء الله. اللهم صل على محمد. نخلط المواد مع بعض ونحطه في قالب مستطيل أو في قالب مدور أو في قالب الكب كيك حسب ما ترغبون. لو تبون توزيعات ممكن تحطونه في قوالب صغيرة زي ما شفتوا. عندي الآن القالب المستطيل، حطيت فيه ورق زبدة ودهنته أيضا، رشيته بخاخ الزبدة. نصب الخليط فيه وتحطونه في قالب مستطيل أو في قالب مدور زي ما قلت. نسوي الخليط وندخله الفرن تقريبا 180 درجة. فرن كهربائي أنا أفضله للكيك والشابورة والكيك، أحطها في الفرن الكهربائي أفضل على الفرن. أشوفكم إن شاء الله بعد ما يستوي. بالنسبة للخلطة والصوص الأبيض اللي تحطونها على السينابون أو على كيكة التمر أو تبونها على أي شيء، على بسبوسة أي شيء، 6 حبات جبن مربعات، ونص العلبة حليب محلى، نص العلبة يكفي. وتحطون عليها ملعقتين حليب بودرة، ملعقتين كبيرة. هذه الخلطة جدا ممتازة وتخلي قوام الخليط متماسك، فاعتمدوا هذه الطريقة جدا حلوة. بسم الله. أوريكم إياها. أوريكم قوام الخليط كيف يكون، جدا ممتاز القوام كذا للتزيين. تحطونه في أكياس حلواني، أكياس التزيين هذه جدا حلوة، وتحطونها عندكم في الثلاجة في نفس الكيس، أو تحطونه في علب يعني المتبقي تستخدمونه أكثر من مرة.
خلصت كيكتنا الجميلة كهربائي لين استوت، يعني ما حمرتها من فوق، خلتها لين تحمرت بنفسها من حرارة الفرن. وعشان تختبرون انها مستوية يطلع معكم العود ناشف ما فيه اي عجين. شكل ما شاء الله والريحة الجميلة. طبعا التشقات هذا شيء طبيعي في الكيك، احيانا لازم تصير خاصة فيها بكربونات الصوديوم. المهم الحين تبرد ان شاء الله، بعدين اطلعها من القالب وازينها. رجعنا لكيكتنا الجميلة بعد ما بردت ما شاء الله تبارك الله. الآن مرحلة التزيين، عندي الحليب المحلى وعندي تمر، عندي جوز البيكان أو لوز وورد المحمدي، وعندي فستق. عاد التزيين حسب رغبتكم. زينتها بالتمر، وهذا جوز البيكان على أساس كل قطعة يكون فيها قطعة تمر وقطعة جوز. تحطون عليها شوي فستق، تحطون عليها شوي لوز مبشور، جوز هند، حسب رغبتكم. حبات من الورد الجميلة الزينة بس. زينها بشوي من كذا. نكون خلصنا معكم كيكة التمر اللذيذة والشهية. التزيين حسب ما ترغبون، ممكن تستبعدون أيضا الحليب المحلى والتوفي، تستبعدونه بالمرة، تحطوا بدله دبس تمر أو تخلونها سادة وتستمتعون بطعم كيكة التمر اللذيذة. صحتين وعافية علينا وعليكم إن شاء الله، وبالعافية.